ما جاتش في بالك في مره في رمضان انك تنزل تتسحر سحور ملوكي؟ كفايه بس ديكوريشن المكان تحس انه بيرجعك لايام مصر الفاطميه القديمه. بس السحور اللي انتوا شايفينه دوت اصلا طالع من مصر الفاطميه القديمه، فطالما شفت بوابه المعز تعرف على طول اننا النهارده بنتسحر عند بابا عبده، او نقدر نقول خان بابا عبده. والخان الجديد دوت بقعده زمان قاعد بتتسحر في وسط الاجواء الجميله، ما تبقاش عايز تقوم. بابا عبده يعتبر بيقدم كل حاجه في السحور، وبصراحه الاكل هناك كان جميل جدا، بس عايزك تروح المكان قبلها بساعتين لان بصراحه المكان بيبقى زحمه. يبقى سحور مع براد شاي نحبس بيه ونبقى في الهاي منه. فمعكم حسام، ما تنساش تعمل فولو. فيلا بينا نعمل الميكس بتاعنا بتاع كل مره. طعميه ننزل عليها بمعلقه واحده بس فول، فنجان تاني، ورقتين من الجرجير. بسم الله. يا سيدي، فول بالطشه والثوم، اكادوا من كتر فرط الجمال واذوبه. اومليت بالسجق، من النادر جدا تلاقي على السحور اومليت بالسجق. يا رب يطلع في الهوي منه فيه. الملح بتاعه خفيف جدا ما يعطش، بصراحه اختراع تكسب المره دي يا بابا عبد. فول بالليمون المعصفر يا سيدي. طبعا بعيد عن اي حاجه، انا عايز اهني بابا عبده بافتتاح خان بابا عبده. صراحه المكان هنا جميل جدا. بص الفيو ورايا عامل ازاي. انا عايز اقول لك ان بامانه بابا عبده بيقدم سحور في الهوي منه فيه. بقول لك ايه، انت قاعد بقى كل يوم من الساعه كام للساعه كام؟ حلو ده، يعني من 5 المغرب لحد الساعة 2 بالليل، 3 بالليل، 4 بالليل. كان بابا عبده على بوابة بالظبط كده. طيبين حبيبي.